قلبي. والنهارده ان شاء الله الفطار بتاعنا زي ما حضراتكم كلكم شايفين. الفطار بتاعي النهارده بسيط جدا جدا، انا عملته في نص ساعه بالظبط. طبعا كفته الرز بتاخد غلبه مننا وبتاخد طبعا فرم في الكبه وكده، لكن انا عملتها قبل كده في رمضان مع بعضينا وفرستها وحطيتها في الفريزر. فيش غير انا بس عملت التسبيكه بتاعت الصلصه بتاعتي وحطيت الكفته وعملت الرز. ده كان بس النهارده فطارنا كده حاجه بسيطه جدا جدا. وزي ما قلنا احنا ما بنجهز قبل رمضان. طبعا احنا بنجهز قبل رمضان عشان خاطر توفر معانا في المجهود وفي الوقت. فصراحه دخلت المطبخ كده يعني قبل الفطار بساعه بالظبط، عملت الفطار البسيط جدا جدا معايا. وزي ما انتم شايفين فطاري بسيط وجميل وكمان اقتصادي. والمغرب بتأذن وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. يا رب النهارده الفيديو بتاعي خفيف كده يكون على قلبكم. اذا عجبك الفيديو ما تنسينيش تعملي لايك وشير وتشتركي في قناتي. واللي اول مره يشوف قناه ابداعات فرح يا ريت يشترك وفعل الجرس. حبايب قلبي اوعدكم كل جديد ان شاء الله بمشيئه الرحمن هتلاقيه هنا مع فرح. اسيبكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.